المصدر اللي احنا بنعتبره مصدر تاريخي وبنهاجم. وانا كنت عايز اقول كده حقيقه لو معاك منصه على الكتاب ده النوع ده بكتب فيه الابحاث بتاعتي. وبحب بهذه المناسبه ان انا اذكر كلمه الذي شفته اول مره النهارده عليكم وجوده وادي من هذا الموقع هو الاستاذ محمد احمد مرسول مؤسس اسرار مصر. ربنا يوفقه ان شاء الله ويعرف يطلع لنا في ايه حاجات من تحت الارض بتاعنا. المهم احنا عايزين نمسك اول وثيقه رسميه لدينا في التاريخ المصري وهي ورقه الكولين. دي ورقه الكولين. خلاص؟ المفاجاه بقى يا ساده ورقه الكولين هي دي الورقه الموجوده في متحف الكولين ودي الكتابات بتاعتها. المفاجاه الشهيره ان البرديه دي اكتشاف واحد يقدر مكتوب خط كبير رقيقي والميزه مش ميزه او مكتوب فيها اكثر من 300 متر. طبعا هذه الاسماء وجدناها فيما بعد عن طريق جارتنر وإدوارد ماير لانها تخص الملوك. لكن هل كانت هذه الورقه المكتوبه ورقه الكولين هل ذكرت كلمه اسمها هكسوس؟ هذا سؤال. هل ذكرت كلمه اسمها هكسوس؟ لا. هي غريبه جدا. اما المنجم الشمالي هو اول مؤرخ مصري يكتب التاريخ. جاب منين هذه الكلمه؟ لذلك بحثي في اصول توضيح التاريخ قعدت افكر هو من كتب التاريخ ازاي؟ إذا كان كتب هذا التاريخ في أمر من بطريموس الثاني سنة 275 قبل الميلاد، من أين أتى بجذور التاريخ؟ يعني النهارده لما أجي أكتب تاريخ بعد 3000 سنة لا كتير قوي. طب يبتدي نكتب هنقول مثلا من يكتبه المسح الجذور من تحطس من أحمس لا مفيش. فالنهارده لما نيجي نعمل صورة ورقة تورين أو وظيفة تورين هنلاقي فعلا فيها اسماء اللي بتشهد فيما بعد كانه ثابت الى عصر. وانا حصل التفاوض بين الفكر الاثري المسلم وبين الفكر الاثري الغربي. يعني احنا عايزين نعتبر حاصل النهارده ان نشوف بعض الاطباق الاسرائيليه. لو فيها ايه؟ يعني ما هو كل حضاره ليها ابتداع وليها انتقاد. عليه السلام. طبعا دي علشان الوقت طبعا في ناس بيجوا من السفر فهنقول ان وقت الرجاله ذكر الاسماء منهم ولم يذكر صفه منهم سواء كان خصوص او دي حاجه. اذا ده مستند ان انا اقول الملوك المخصوص ده انت ما بتبتديش هنا انه تذكر اسماء فقط لا غير فانت الميادة تهديله على لأنه تقدم أول مرة عدد سنين الحكم عدد الشهور عدد الأيام لكن كحياة جماعية أو أنت تيجي تسليمة الشيء. هنيجي نقول المصدر الثاني أحمس بن أبان. هقول لك سنة ثانية الصبح ده قبل أحمس كمان. خلاص في حاجة بدأناها غريبة جدا وهي للملكة حتشبسوت ودي كان ليها معبد بحته اسمها بني حسن المنيا اللي هي طلع زائد الدور الطويل شكلها عارف كويس قوي نصوص طلع ودي في عهد الملكه حتشبسوت بالمنيا الشرقيه. طيب هي قالت ايه بالنص كده حرفي لقد أقمت مكان قد تداعى ومش عارف ايه الذي كان فيه الاسيويين او الاسيويون يحكمون في الأواريث في الشمال. وعندنا برضه ذكر الاسيويين. طب احنا بس النهارده بنقول احنا تداعى ثاني اسئله فيها تقول الى مصر. اللي لو في ده انا هو في تاريخ الصح. بعيدا عن اي غرض سياسي هي خدت لحد ما قبل مدينه القدس السياده المصريه. ده اللي انا اثبته في بحث يوسف
لأن عمري سمعت إن مصر مثلا بتدي غلات وهبات حتى لو كان في مصيبة أو مشكلة أو مجاعة في أي منطقة من المناطق. ده معنى إن أنت تاخد غلة عملي وتقول لابن يعقوب أحد أبنائه لكي تزداد بعير. لا، هي العملية أنت مش جاي تشتري، أنت جاي تحت الحصة دي. يبقى إذا لو إحنا قلنا إن المنطقة اللي تبع آسيا ده مش عيب، فهنا حفظ الأسلوب ذكرت القوم الآسيويين الذين يحكمون في الأواريث. المواريث دي عملت لنا برضه كتير، هي أواريث ولا تاريخ ولا بر عن السوق، وكل ده موجود إن شاء الله في البحث بتاعي. بس عشان يمشي التسلسل الصناعي ذكرت إن ورقة قضية التوريد ده توضح بدون بحث بتركيب هذه الورقة، سواء بقى العقد أو